السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم غادي نحضر معكم هاد الخبيزات بالشعير والقمح الكامل، كيجيو أكثر من رائعين. فنتمنى أنكم تسجلوهم عندكم باش إن شاء الله تطبقوهم في الوصفات ديالكم. شوفوا معايا، كيجي رائع رطيط بهشيش بطريقة سهلة ومبسطة بدون عجانة. فتبعوا معايا المقادير وكذلك طريقة التحضير. ودابا نبداو على بركة الله. فانا غادي ندير معكم كميه قليله، وانتم غادي تضاعفوا المقادير. يعني كي تجربوا الطريقه وتعجبكم فضاعفوا المقادير. فعندي هنايا 250 غرام من الشعير الكامل من نوعيه ممتازه، حيت كاين النوعيه دوزيام ديالو. فاللون ديالو كيكون رمادي، اما هذاك العيان او الدوزيام ديالو كيكون اللون ديالو ابيض. فمن الأحسن تشريو النوعية اللي اللون ديالها رمادي كما قلنا. فكندير هنايا 250 غرام. فلما كانش عندكم الميزان فغادي تكيلو زلافة من الشعير وزلافة من القمح الكامل به بالنخالة ديالو. عندي تا هو فيه 250 غرام، يعني حنا درناهم قد قد. فغادي نخلط النواشف ديالي مزيان مع بعضياتهم. يعني في المجموع عندنا هنايا نص كيلوغرام. صافي، راه ما غادي نزيد معاه لا دقيق لا حتى شي حاجه. فيمكن لكم تزيدوا الدقيق، فانا غادي نوري لكم الطريقه بالدقيق كيفاش كيجي الحجم ديالو وكيفاش يعني كنخدموه. فكندير واحد الحفيره هكذا في الوسط باش غادي نخمروا الخميره ديالنا. عندي هنايا ملعقه صغيره مملوءه جيدا، يعني 5 غرامات بالنسبه للناس اللي بغيو يديروا بالغرام. انا عبرتها معكم حتى بالملعقه، يعني تكون عامره مزيان مزيان، ملعقه صغيره. فغادي نزيد معاها ملعقة صغيرة من العسل. أنا استعملت غير العسل العادي، فيمكن لكم ديروا العسل الحر إلا ما كتبغيوش عسل عادي أو لا السكر، أو لا ديروا معاه عسل التمر أو لا دبس التمر حتى هو كيجي معاه زوين. المهم غير باش نخمروا أو لا نفعلوا الخميرة ديالنا باش تخمر لينا هاد الخبيزات هادو ويطلعوا لنا دغيا. فانا ضفت عليه شويه ديال الماء هكا، غادي نخليه يرتاح واحد 5 حتى ل10 ديال الدقائق. وعاد غادي نبدا نجمع العجين ديالي. كتلاحظوا معايا اني كنضيف الماء غير دفعات صغيره، لانه هاد الخليط ديال القمح مع الشعير راه دغيا كيشرب، يعني ما كياخذش وقت طويل. والخدمه ديالو سبحان الله راه ساهله، ما كاين ما اسهل منها. يعني كي تكونوا تخدموا فيها كترتاح يدكم، ما كتكونش عاصيه كما كتكونوا ديروا في الخبز ديال اللي يكون فيه الفارينه او الفينو. انا غادي نستمر بنفس الطريقه، ما غاديش نقطع لكم الفيديو آه باش الاخوات المبتدئات وكذلك الاخوان حتى هما اللي بغيو يتعلموا. فأي واحد شاهد الفيديو وأول مرة جا عندي فكنقول لكم مرحبا بكم وألف ألف مرحبا. وبارطاجيو الوصفة مع الأهل والأصدقاء، وخصوصا الناس اللي عندهم مرضى القولون وكذلك السكري. هاد الوصفة هذه راها رائعة بالنسبة لهم. فانايا خليته بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا القوام ديالو، يعني كيكون رخو ماشي قاصح بزاف بزاف وماشي جاري. كتشوفوا معايا رانا مازال ما درناش الملح، يعني كنخليوه هو الاخير. صافي دابا غادي نضيف الملح، وغادي تلاحظوا واحد الحاجه، انه العجينه غادي تبدا تجمع سبحان الله. فانا غادي نحركهم هكذا هكا بالاصابع، ما تستعملوا لا عجانه لا حتى شي حاجه. بالنسبه للناس اللي بغيو يستعملوا العجانه فيمكن ليهم، ما كاين حتى شي اشكال، يعني راه بدون الدلك بدون حتى شي حاجه كيجي اكثر من رائع. فصافي غادي نزيد هنايا كذلك خويط ديال زيت الزيتون باش نجمع العجينه. هنا غادي تلاحظوا معايا راه غادي تجمع نيشان. ف الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاعجاب وكذلك الاشتراك الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو وعجبتكم القناه. ما تبخلوش عليا بالاشتراك. لاحظتوا معايا العجينه راه تجمعات صافي. انا غادي نديرها في هذا الاناء، غادي ندهنو بشويه ديال الزيت، وغادي نهز العجينه ديالي صافي، وغادي نغطي عليها ونوضعها على جنب باش تختمر. يعني هي ما غاديش تاخذ لينا وقت طويل لان راه كميه قليله. وضعت عليها هذا الكيس البلاستيكي باش دغيا يختمر، وغادي نزيد عليها واحد الفوطه اولا سربيته،
ونخليهم يختبروا في مكان دافئ. فنفس العجينة ونفس الخطوات، غير هو غادي نزيدو عليها مكون آخر اللي هو الدقيق، الفرينة العادية اللي كنديرو بها الحلويات. هذا يعني كيجي خفيف شوية الخبز ديالنا، يعني ما غاديش يجي هكا ثقيل على المعدة. كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيقدوش عاوتاني ياكلوه قمح وكذلك الشعير، فيمكن لهم يزيدوا معاه الفرينة هذه العادية، أو لا يمكن لهم يديروا الفرينة البلدية إلا كانت متوفرة. يقدروا يلقاوها في المطاحن ديال المطاحن ديال الخبز راكم تعرفوهم. فأنا هنا درت ربع، يعني في المجموع عندي 750 غرام في المجموع كامل. فهنا درت حفيرة وزدت معهم معلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. فضروري حتى هي نديرو معاها شوية ديال العسل اولا شوية السكر اولا شوية ديال دبس التمر كما قلت لكم. ديروا اللي بغيتو، مهم شي حاجة هكا اللي باش تفاعل لينا مع الخميرة. فنفس الخطوات اللي درناها في الاول غادي نديروها في الثاني. كملاحظة، يعني الا بغيتو نسمو الخبز ديالكم، يعني لا في الاول ولا في هذا الثاني، ديروا له شويه، يعني نصف ملعقه صغيره من الكمون اولا من الزرارع، حبه حلاوه والنافع والبسباس، حتى هو راه كيعطي واحد المذاق اكثر من رائع. خصوصا الكمون لانه هو اللي كيديروه سر من الاسرار النجاح الخبز ديالهم هو الكمون في الخبز ديال الشعير اولا المحراش، كل واحد وكيفاش كيسميه. فبنفس الطريقه جمعت العجين ديالي بالماء الدافئ ودرت ليها شويه ديال الملحه، وما نساوش زيت الزيتون حتى هي كتجي معها اكثر من رائعه، وفي نفس الوقت راه كتجمع لينا العجين، ما كتخليهاش هكاك رخوه. سبحان الله، يعني ملي كنديروا الملح وكذلك زيت الزيتون فالعجينه ديالنا راه كتجمع. شوف معايا كيفاش ولات ما شاء الله. فصافي مباشره غادي نديرها في هذه العلبه هذه اللي كنت دهنتها بالزيت، وغادي نغطي عليها ونخليها في مكان دافئ تختمر هي ولا العجينه الاخرى. فالعجينه ديالنا هنا من بعد ما اختمرات، شوفوا معايا كيفاش ولات، يعني ما شاء الله ضعف الحجم ديالها 3 المرات. فصافي غادي ندوزو ان شاء الله باش نبداو فيها. غادي نحاول انني نسلها، انا دهنت يدي او الاصابع ديالي فقط بزيت المائده، وحاول انني نسلها كي واحد شويه ماشي بزاف. كما يمكن لكم تستعملوا الماء الا بغيتو. فبالنسبة كنستعمل الزيت درتو عمدا للناس اللي مبتدئين، فمن الأحسن ديروا الزيت لأنها تجيكم سهلة في الخدمة. أما لا درتو الماء فراه غادي العجينة ديالكم كتبقى تطلق لكم في يدكم. فالمبتدئين راه غادي تغلبهم واحد شوية. فأنا خديت واحد الكمية صغيرة هكا، بغيت نديرهم صغيورين، يعني خص انا راه ما كناكلهمش، يعني هادو راه عيد الزوج ديالي والولد ديالي. فبغيت نديرهم هكا صغيورين يجيو المنظر ديالهم زويون. فمباشره غادي نفندوهم في هاد الحرشه ديال الشعير. راه هي كتباع كيكون الحبات ديالها رقيقين، يعني ارق ما يكون هو اللي غادي تقرصوا به هاد المحرش ديالكم. فانا غادي نعاود معكم حبه اخرى، طريقه سهله وبسيطه، يعني كتكوروها ما بين يديكم راه دغيا كتجمع كتشوفوا معايا. صافي غادي نوضعها في الحرشه ديال الشعير ونوضعها في الصينيه، ومباشره كنقرصهم واحد شويه، ما غاديش نخليوهم هكاك طالعين بزاف وما غاديش نرققوهم بزاف بزاف، يعني السمك هكا تقريبا 1 سنتيم. فهذه هي الكميه اللي تحصلت عليها. عندي 8 حبات من حجم هكا صغير. غادي نغطي عليهم ونخليهم يختمروا في مكان دافئ، ونرجعوا العجينه الثانيه حتى هي شوفوا معايا قداش ولات ما شاء الله. فغادي نديكازيها اولا نخرج لها الغازات اللي كانوا فيها، وتا هي بنفس الطريقه غادي نديروا لها كما درنا العجينه الاولى، غير هي ما غاديش نقرصها الحرشه ديال الشعير. فانا قلت نقرصها بالدقيق القمح الكامل باش نبدلو هكا في المنظر ديالهم، بجوج فيهم الشعير والقمح، فواحد نديروه بالشعير وواحد نديروه بالقمح. تشوفوا معايا العجينه راه كتجي اكثر من رائعه، وحتى شفتوا معايا في بدايه الفيديو راه العجينه كتكون رطيبه، واخا الخبز ديالكم كيبرد راه كيبقى اكثر من رائع. فانا غادي نكمل الكميه ديالي كامله
وغادي نغطي عليهم ونخليهم يختمروا تقريبا 15 دقيقة. يعني واخا الجو دابا راه واخا بارد راه ما كيتعطلوش في الاختمار، ماشي بحال الخبز اولا الفرينه ديال الفينو. فهادو ديال القمح اولا الشعير حذاري تخليهم يختمروا اكثر من القياس، يعني ما تفوتولهمش 15 دقيقه ماكسيموم 20 دقيقه ودوزو باش نطيبوهم. فبالنسبه للطياب ديالهم ضروري تسخنوا الفران من قبل 5 ديال الدقائق على نار تكون عاليه. من بعد كي تبغيو تدخلوهم الفران غادي تنقصوا عليها تردوها ما بين المتوسطه حتى العاليه، لانه الشعير راه معروف عليه هو والقمح كيبغيو النار تكون مجهده. فصافي غادي نخليوهم يطيبوا مزيان مزيان واحد ل 15 دقيقه، وغادي ننزلوهم للاسفل باش يتحمر لهم الوجه ديالهم. من بعد ما تخرجوهم غطيوهم خليو هذاك الندى يرجع عليهم. هذه خطوه مهمه جدا ما تنساوش ديروها. خليو الندى يرجع عليهم وخليوهم يبردوا تما وتاكلوهم بالصحه والراحه ان شاء الله. هذه هي الكميه اللي تحصلت عليها كامله. كيجيو خبيزات بالقمح والشعير اكثر من رائعين، رطيبين وهشاش بزاف بزاف. نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم. قولوا لي في التعليق الا كتبغيو وصفات بالقمح وكذلك بالشعير باش نحضرهم معكم ان شاء الله. فشكرا على المتابعه ديالكم، الى فيديوهات مقبله ان شاء الله، وبسلام عليكم.